المنتخب السعودي الذي يجري تدريباته واستعداداته في كوالالمبور العاصمة الماليزية. اليوم التحق به اللاعب ياسر القحطاني المهاجم الدولي، وياسر بوصوله إلى ماليزيا يعد واحد من الأوراق الهامة للمنتخب السعودي، طبعا قادما من الإمارات كونه أحد اللاعبين المحترفين في العين. كاميرا الملعب كانت قد استقبلت ياسر القحطاني لحظة وصوله إلى ماليزيا، إلى الفندق الذي يقيم فيه المنتخب السعودي. والله متعبة بس الحمد لله. 6 ساعات؟ اي والله. كم ساعة الطيارة؟ متقطعة صراحة. 3 4 متقطعة. بس خلينا نتكلم عن مهمتكم صراحة، مهمتكم أكيد أنها صعبة، الكل واقف وياكم، شلون تطمن الجماهير؟ والله في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، الوقفة هي أهم شيء صراحة، وبما أن الحظوظ والفرصة كلها يعني باقي ما زالت يعني في يدنا احنا، فأتوقع أنه الأمور إن شاء الله أنها طيبة. الدعم اللي احنا لاقينه صح اسمه الملكي الأمير نواف بن فيصل، وأيضا الأستاذ محمد المسحل والجهاز الإداري والفني، والمجهودات اللي قاعدين يقدمونها اللعيبة إن شاء الله أنها تبشر إن شاء الله كلها بالخير بإذن الله، والنتيجة إيجابية إن شاء الله. لمالك معاذ، مالك معاذ بيلعبها لاتجاه أحمد البحري، البحري عرضية وضربة رأسية مرمى، جول ياسر القحطاني، القناص ياسر القحطاني بيسجل. كلاعبين مريتوا في نفس هذه المراحل أعتقد، المراحل الصعبة. أكيد مرينا أصعب من المراحل هذه، لكن حاليا أنا أشوف أنه وضعنا إن شاء الله أنه أفضل بإذن الله من السابق. تاريخ الكرة السعودية يشفع للمنتخب السعودي في هذه المباراة؟ شوف التاريخ كل حال لو انه يشفع لأي احد ما خلى تايلاند تفوز على عمان 3-0، فانا اعتقد انه التاريخ من غير جهد او من غير عمل ما راح تستفيد منه، لكن التاريخ مع مجهود انت راح توثق اكثر هذا التاريخ وتزيد رصيدك تاريخيا وتحقق النتائج الايجابيه اللي انت تبحث عنها. الكرة الحين ملعبكم ياسر كلاعبين ام لا تزال يعني في ملعب الجميع كجهاز فني كجهاز اداري؟ شوف دائما في اي المنظومه المتكامله دائما هي اللي تؤدي الى النجاح، والعمل المتكامل هو اللي يؤدي الى النجاح، لكن لا شك انه احنا كلاعيبه احنا العنصر الرئيسي او الاساسي في المهمه، لان احنا اللي في الملعب، يعني ممكن يتوفر لك جميع الامكانيات ولا يكون في اداء داخل المستطيل الاخضر وتخسر النتيجه. فنتمنى ان شاء الله ان احنا نكون ان شاء الله على قدر المسؤوليه اللي موكله لنا باذن الله، والجهاز الفني والاداري ان شاء الله ما راح يقصرون، احنا ما راح نقصر.